تبداش تطير تخطر فينا من بلايصنا، ما تحركوش وقعدوا في الجبل. شد السيف نتاعو قبل ما يخرج تلفه تيكا وشبح سعد بن معاذ. على فكرة وحشي أسلم بعدها وهو اللي قتل مسيلمة الكذاب. طلحة اللي تضرب 24 ضربة بالسيف، إيده اليمين شلت. والله إني أشم رائحة الجنة دون أحد. تأدب إذا ذكرت صحب خير من وطئ الثرى، تأدب إذا ذكرت أسدا لا تخشى سوح الوغى. رجال صدقوا عهدهم مع الذي على العرش استوى، طلاب الجنة بحبهم قلبي تأثرا. الصحابة السلام عليكم ناس كل، صحة شربتكم، تقبل الله صيامكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم جبت لكم مقاتل وفارس لا يشق له غبار، انصاري من الانصار وخال صحابي مقرب برشا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مانيش باش نذكر اسمه طبعا. صارت معركة بدر اللي الناس كلها تعرفها، تعرف البطولات اللي صارت فيها، زبير بن العوام، بلال، والمقداد بن الاسود، العمايل اللي صارت في بدر، والملائكة اللي هبطت تتقاتل مع الصحابة، معركة فريدة من نوعها. وللاسف الصحابي متاعنا اليوم كان عنده سبب يمنع من انه يحضر. كملت المعركه ورجعوا المسلمين للمدينه، جي الصحابي هذا للرسول يفهم فيه، طبعا العذر نتاعه كان مكمل والرسول تفهم الوضعيه. ينوض الصحابي هذا للرسول شنو يقول له؟ يقول له والله في الغزوه المقبله لا يرن الله مني ما اصنع. بكل ثقه في النفس يعرف روح السيد هذا شنو ينجم يعمل. قال له يا رسول الله داله جايه كان احيانا يا ربي باش نمشي معكم غزوه اخرى تو تشوف شنو باش نعمل في الكفار. وجت معركه احد، معركه كبيره اللي الناس الكل تعرفها. المسلمين كانوا رابحين لولا الغلطه نتاع الرومات اللي قال لهم الرسول وصاهم انهم ما يهبطوش، قال لهم ما تحركوش من بلايصكم، ولو رايتمونا تتخطفنا الطير. تبداش تطير تخطر فينا من بلايصنا، ما تحركوش وقعدوا في الجبل. حب الدنيا وحب المال اللي هي حاجه في نفس البشر، هذا طبعا ماهوش عذر انهم يعصوا اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشافوا العركه بدات تمشي لصالح المسلمين، فما غنائم وفما اموال، هبطوا كلهم اللطف، خلوا الظهر نتاع المسلمين عريان. وتعرفوا بقيه القصه، وقت اللي خالد شافهم يا اخي دار لهم التالي وجنب الخيال نتاعه وبدي التقتيل في المسلمين. والنهار هكا مات فيه اسد الاسلام حمزه رضي الله عنه اللي قلت له وحشي. على فكره وحشي اسلم بعدها وهو اللي قتل مسيلمه الكذاب. انكشف ضر المسلمين وصار التقتيل فيهم وماتوا برشا صحابه، وخرجت اشاعات لكون الرسول مات. طبعا الرسول في النهار هكا راهو عرض للخطر كبير برشا، مع هذا شد السيف نتاعه وقعد يقاتل وما وخرش التالي خلاص. يحكوا ان تكسرت الرباعيه نتاعه، راسه تحل، وجهه كله دم. هكا علاش ممكن دارت الاشاعه هذه لكونه مات. والنهار هكا طبعا ما نجمش نحكي عليه من غير ما نحكي على بطولات طلحه بن عبيد الله. طلحه اللي تضرب 24 ضربه بالسيف، ايده اليمين شلت، ضرب في راسه ضربه قال لك من العركه هاكي للمات الشعر ما بدلاش خلاص في راسه. مع هذا استبسل ودافع على النبي كل قوته. الصحابي نتاعنا اللي نحكوا عليه اليوم وقت اللي سمع الخبر اللي كون الرسول توفى غضب، قال اللهم اني اشكو اليك فعل هؤلاء على المسلمين اللي فيهم كعبات هربوا، والاخرين اللي هبطوا من الجبل وعصوا اوامر رسول الله، وابروا اليك من هؤلاء اللي هم الكفار. شد السيف نتاعو قبل ما يخرج تلفه تيكا وشبح سعد بن معاذ. قال يا اخي صحيح رسول الله مات؟ قال ايه مات. قال فقوموا وموتوا على ما مات عليه الرسول. شد السيف نتاعو وانطلقوا الكفار. قال لك وهو يجري تلفت لسعد بن معاذ قال له يا سعد والله اني اشم رائحه الجنه دون احد. ونقز على الكفار، ضرب واستبسل وقتل فيهم نفر كبير، لكن طبعا كانوا برشا هو وحده. قتلوه ومثلوا بالجثه نتاعه. قال لك بعد معركه احد المسلمين مشات تتحول مع القتله نتاعها، ما لقوش ما عرفوش، عرفتها اختها بالبنان نتاعها اللي هو صبع. المهم بدنا نمثلوا به وشوهوه. وهني نكونوا كملنا قصه الصحابي هذا. اللي يعرفه يكتب اسمه في التعليق، وكما العاده التعليق الصحيح باش نعملوه بالانجليزي. ما رضاء الله الا برضاء الوالدين. والسلام عليكم.